مكان الضباط حقيقة هو أرض الميدان. أنا رأيي لا يعذر أي إنسان هلا قاعد هناك، لا يعذر، ما بقى في عذر. بس لا في الحاجة لأنه كمان حاجيات طبعا هذا بشكل عام، لابد من بعض الحالات اللي ممكن الالتقاء في صحفيين، الالتقاء مع ضباط آخرين لبعض المهام الخاصة السرية ممكن هذه أظن الوصول إلى، لكن هلا عندنا مئات هناك يعني ما إلى عمل. الوقت اللي نحن بحاجه الى هون يعني الله يجزيك خير، يعني هذا الامر انتم اللي ممكن تستطيعوا يعني بحركه كان سلوكا تعطوا رساله لهذا انه ما كان شغل هناك، يعني الشغل هلا هون صار يعني. الله يجزيك الخير. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. آمنا بالله صدق الله العظيم. على نية التوفيق والقبول لله الفاتحة.